السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى الجمعه، وقلت لجوزي احنا هنجيب اكل من بره. قال لي لا، وانت فاكر نفسك ان انا هريحك؟ راح نزل على الجزاره على طول وجاب لي اللحمه المفرومه علشان خاطر نعمل الكفته، وجاب لي لحمه مفرومه للحواوشي، وجاب لي كمان لحمه للطبيخ. هنا هو جاب لي 1.5 كيلو من اللحمه الحمراء زي ما انتم شايفين كده، وحط لي عليها 1.4 كيلو دوش. طبعا هو اتصل بيا بالتليفون قال لي انت عايزه اللحمه اللي عليها قد ايه عشان الكفته؟ قلت له خلاص حط لي 1/4 كيلو الا ربع دوش، وعليهم 1.5 كيلو من اللحمه الحمرا خالص. وهنا بقى لحمه عشان خاطر هنعمل الحواوشي والبرجر. وهنا بقى راح جايب لي لحمه علشان خاطر نعملها بقى للطبيخ. اللحمه هي اللهم بارك زي الفل. انا يا نوت ما بحبش الجزار يقطع لي اللحمه بتاعتي خالص. وده بقى الضره ديت عشقي، انا بعشق الضره دي يا بنات. بنسلقها، وبعد ما نسلقها اعملها كده بقى بفلفل وبصل وطماطم، بتبقى طعمها روعه. والموزه دي بقى اللي انا ما بستغناش عنها في الفته. هنبتدي كده بقى نمسك اللحمه بتاعتنا اللي هي الطبيخ وهنقطعها على حسب بقى ما احنا عايزينها ايه. هقسم طبعا الاطباق بتاعتي، جزء هعمله بدي مجلاس، وجزء هنسلقه عادي خالص، وجزء هنعمله مشوي. طبعا الموزه اساسها ان انا لازم اسلقها، اعملها جنب الفته. انا بعشق الموزه جدا جدا جدا. كده خلاص احنا خلصنا التقطيعه بتاعتنا. عملوا معانا اللهم بارك 4 اطباق، كل طبق كيلو او كيلو او كيلو وربع. ان انا بحب اقطع قطعه اللحمه بتاعتي قطع كده كبيره وحلوه. هبتدي بقى ان انا اجهزها في الاكياس بالطريقه ديت، وهحطها على طول في الديب فريزر. طيب ليه ما بتحطوش مثلا في الاسترتش؟ انا مش بحب قصه الاسترتش خالص، لاني ساعات ببقى عايزه قطعه او قطعتين، لا بفتح الكيس بجيبها وبروح قافله الكيس بتاعي تاني. يلا بقى يا بنات نخش على قسم المصنعات. وهنا بقى معايا 1.5 كيلو من اللحمه المفرومه، عليه 1.4 كيلو من الدوش. هنزل عليه بكيسين من خلطه الكفته، وهنزل كمان ببابريكا وكزبره وملح، بس ما تكتريش الملح علشان خاطر خلطه الكفته بتبقى فيها ملح والسبع بهارات. هنا انا طبعا ما كانش عندي فول صويا ولا برغل، لان الحاجه جاتني على غفله ما كنتش مرتبه لها. طيب بديل الفول الصويا ايه؟ هو العيش بتاعنا. طيب العيش ان هو الصابح افضل ولا لما اخليه بايت يكون افضل؟ لا طبعا العيش لما بيكون بايت بيكون افضل بكتير. هنا انا العيش بتاعي صابح فما اتفرمش معايا على طول، فهضطر ان انا هاخد شويه من ميه البصل عشان خاطر اخليه معايا عشان يعمل معايا زي العجينه، اكني كده بالظبط جايبه فول سوري وبيلاه وطحناه في قلب المطحنه. لما يكون بقى العيش البايت معاكي بتفرميه على طول، وبيبقى اللهم بارك زي الفل. انا هنا طبعا لما بكون عارفه نفسي ان انا هعمل كفته، بروح جايبه العيش بتاعي وبخليه بره التلاجة كده اهوت يوم، وتاني يوم بروح حاطاه في التلاجة بحيث ان هو يكون بايت معايا. ومثلا تالت يوم لما اكون هعمل الكفته بتاعتي اروح ماسكاها مفرولاها في قلب المفرمه، بتبقى معايا مفروله كده وبيبقى جميله جدا. انا هنا نزلت ب1 كيلو من البصل. طيب كيلو البصل دوت هيبقى كتير على الكفته؟ لا، هيبقى النسبه كده حلوه جدا يا بنات. نزلت بال4 بصلات الاول وفرمتهم بالطريقه ديت عشان دول اللي انا هصفيهم، انما البصلتين دول هم دول اللي انا هخليهم بميتهم علشان خاطر هيدبلوا معايا العيش. زي ما قلنا العيش بتاعنا كان صابح، فعلشان كده هوت احنا هنخلي البصلتين دول فيهم ميه البصل عشان خاطر العيش يشرب ميه البصل. ودول طبعا عصرنا ال4 بصلات بتاعتنا، نزلنا ميتهم، وبعد كده نزلت بالعيش. وهنبتدي بقى ان احنا نفرم العيش بتاعنا مع البصل اللي احنا ما صفناش ميته. زي ما انتم ما شايفين كده اهوت العيش طبعا هتلاقيه بقى اتعجن، شرب من ميه البصل وتعجن معايا خالص. الكبه بتاعتي حسيت طبعا انها صغيره على كميه البصل والعيش، نقلت في الكبه الاكبر. وهنبتدي بقى ان احنا نفرم بالطريقه دي. انا عايزه البصل بتاعي يكون مهري خالص، مش عايزه اي حاجه تبان معايا في الكفته. بالطريقه دي نزلنا طبعا بكميه البصل على العيش، وبعد كده هو خلاص احنا كده خلصنا. هننزل بقى بالكميه كلها على الكفته. اللهم بارك 1.5 كيلو هيطلعوا معايا 3 كيلو 400 جرام، وهتشوفوها في نهايه الفيديو على الميزان. الكميه يا بنات بجد هتبقى حلوه جدا. طيب هنقعد ندعك في الكفته بتاعتنا ديت حوالي ربع ساعه، بحيث ان انا ادخل كل الانسجه بتاعت الكفته في قلب بعضها. كل ما انت ما بتدعكي الكفته كويس كل ما بتديكي نتيجه هايله يا بنات.
وبعد كده بعد ما خلاص خلصت بقى دعك فيها كده بايدي ودخلت كل الانسجه مع بعضيها، هبتدي بقى ان انا هنزل بقطع من الكفته على المفرمه بتاعتي عشان خاطر اسمغها كويس جدا. عايزه كده تمسكي قطعه الكفته تلاقي فيها زي شعيرات كده اهوت بتطلع من بعضيها كده اهوت. انا هضمن ان الكفته بتاعتي لا هتفك مني من على السيخ، ولا لما اجي اعملها هلاقيها فكه معايا، بالعكس هتاكلي شويه كفته زي الفل. الفيديو دوت هتطلعي منه استاذه مصنعات يا بنات، واللي حابه كمان تعمل مشروع من بيتها هتلاقي فعلا الموضوع مربح جدا، لانك انت طبعا العيش مع البصل مع اللحمه مع الدوش هيديك يعني 1.5 كيلو من اللحمه. عملوا معانا 3 كيلو 400 جرام. فهل طبعا 3 كيلو 400 جرام لو انت رحتي جبتيهم من عند الجزار او حتى من عند بتاع المستورد هتجيبهم بمبلغ، يعني كيلو الكفته من السبيشال زي اللي احنا عاملينها ديت عامل 200 جنيه. يعني لو جبناهم 3 كيلو و400 جرام هنقول 3 كيلو ونص، يعني هنجيبهم ب 700 جنيه. انما احنا في البيت عملناهم بارخص التكاليف. وهنا هو طبعا نزلنا بالبقدونس بتاعنا، حزمه كده من البقدونس بقت خلاص المهم بارك زي الفل. هنبتدي بقى نحطها في قلب التلاجة بتاعتنا تتسمغ. ويلا بقى نخش على القسم التاني اللي هو قسم الحواوشي والبرجر. هننزل ان هو بكيلو من البصل. كيلو البصل هياخد قصاد منه كيلو من اللحمه، وهنحط كمان حوالي نص كيلو من البوش. طيب البصل ان هو كميته كويسه، البصل ان هو كميته حلوه جدا لان الحواوشي بيحب البصل. كل ما انت بتزودي البصل بتاعك في الحواوشي بيديكي كده تسكيره حلوه جدا، تحس ان الحواوشي بتاعك كده طعمه مسكر. طيب هنا هو لو انت بتحبي السبايسي هتنزلي بالفلفل الحار، مش بتحبيه استغني عنه. وده طبعا فلفل مش بلح، طبعا شكله حلو جدا، انا بعشق الفلفل ده. الفلفل ده بديل الفلفل الالوان. فلفل الالوان عامل 35 جنيه و40 جنيه في السوق، انما الفلفل دوت عامل 16 جنيه. لا طبعا، طب انا كده عايزه اوفر لان انا عايزه اعمل كل حاجه في بيتي، لا انا هجيب الفلفل دوت افضل. طيب هل الفلفل ده بيكون حامي؟ لا الفلفل ده ما بيكونش حامي خالص، بيكون بارد. هنا هو ميه البصل اللي احنا صفيناها من الكفته، حطيت عليها معلقه من الملح علشان خاطر ريحه الميه بتاعتي ما تبقاش ليها ريحه كده مش كويسه. وهنزل بقى بكل كميه البصل والفلفل بتاعتنا عشان برضو نصفيها. طيب ميه الكفته دي ميه البصل دي انت بتعملي بيها ايه؟ بنصبع بيها الكفته، بشبها، بدبل بيها البانيه، بعمل بيها اي حاجه، انا ما برميش اي حاجه يا بنات. وهنا هو طبعا نزلت برضو ب3 ترغيفه من العيش. حابه تزودي في الحواوشي بالذات العيش زودي، يعني حابه تحطي حتى لو 10 ترغيفه حطي. الحواوشي بالذات ما بيقولش لا، كل ما انت ما بتكتري الخضار وبتكتري الحاجه اللي زي كده بيديكي طعم تحفه في الحواوشي. الحواوشي يا بنات والله العظيم الوحيد اللي بحط فيه كميات عيش او خضار كتيره جدا وبيديكي طعم خرافه. طبعا انا حطيت جزء من الفلفل معانا، ما كنتش عصراه كويس عشان خاطر يدبل لي العيش. ونزلت بقى بكيس من خلطه الكفته، ونزلت بالبهارات بتاعتي كزبره وكمون و7 بهارات وشويه ملح. هنا الملح ما بيبقاش كتير عشان خاطر خلطه الكفته بتاعتي او خلطه الهمبرجر بتاعتي بيبقى اصلا فيها ملح. هنبتدي بقى نصفي الجزء التاني بالطريقه ديت، وهننزل بالجزء اللي احنا حطينا فيه العيش بالطريقه دي. اللهم بارك، الكميه كانت حلوه جدا. هننزل بقى كده دلوقتي باللحمه بتاعتنا. انا هنا الصراحه ما نزلتش بكيلو من اللحمه، انا نزلت حوالي بكيلو الا ربع كده. هنا هو بقى خدت كيلو ونص سوري، خدت نص كيلو من البوش. وبعد كده نزلت بنص كيلو لحمه الاول. قلت اشوف كده الكميه الاول هتقولي قد ايه، وبعد كده قلت بقى ايه، انا هعجن بقى كده عايزه اسمعهم بقى كويس جدا في بعضيهم. انا بعت بنتي الله يسامحها تجيب لي جوانتيات اكياس، راحت جابت لي اكياس خزين. قلت لها خلاص مش مشكله، كل حاجه شغاله والجيش قال لك اتصرف. هعجنهم كده مع بعضيهم، لقيتهم لا محتاجه لحمه كمان، رحت نزلت بربع كيلو كمان. يعني كده انا استعملت كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. حابه في الوقت تخليها بالطريقه ديت مفيش مشكله، عايزه تسمغيها زي ما انا مع سمغها كده برضو مفيش مشكله.
هتسمغيها، بس كل ما انت ما بتسمغيها بتديكي نتيجة افضل. انا ساعات كده هوت بحب كده هوت ايه في الحواوشي بتاعي بيبقى الخضار كده ايه مصحصح شويه، بخليه بالطريقه دي. هنا هوت خلاص سمغده، وكل ما بتسمغيه على فكره يعني على حسب برضو ما انت ما بتحبي، لما بتسمغيه بيديكي ملمسها ناعم. انا سمغته بالاكتر لان انا هاخد منه جزء هعمله همبرجر. طبعا كل دوت انا مش هعمله كدهوت، انا هخزنه باكياس، ولما اكون محتاجه الحاجه هطلع الكيس وهبتدي ان انا اشتغل. لاني انا النهارده في اليوم ده بجد بيبقى يوم المصنعات دوت، او يوم اللي انا هبتدي التخزينات بتاعتها، بيبقى بجد يوم طويل وما بخلصش بسرعه. بس بالامانه بنوفر كتير جدا، يعني ممكن الحاجه دي تقعد معايا كمان باكتر من الشهر. هنا بقى هنوزن كل حاجه لوحديها. اللهم بارك. طبعا الحواوشي بتاعي من كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. هنشوف دلوقتي عملنا قد ايه، كله بالميزان. عملنا 2 كيلو و600. يعني انت لو هتجيبي خلطه الحواوشي دي من بره، الكيلو طبعا ب180 جنيه. تخيلي بقى 180 جنيه في 2 كيلو و600 هيعملوا معاكي قد ايه؟ يعني هيعملوا لك كده حوالي بتاع 500 جنيه او 600 جنيه كمان. الشاطر في الحساب يا بنات يحسب، والساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. كده بقى احنا عملناهم. عملت 3 اكياس، كل كيس كيلو الا ربع. طيب الكيلو الا ربع دوت هيطلع لك هيعمل لك مثلا كام رغيف؟ يعني هيعمل لك حوالي من 8 ترغيفة ل 10 ترغيفة. طبعا على حسب بقى ما انت ما بتحبي الحواوشي بتاعك كتير لحمة او قليل لحمة. ولو حابة تعملي مشروع من بيتك، والله يا بنات المشروع هيبقى مربح جدا، بس امشي على المقادير زي ما بنقولها لك. وهنا اهوت من كيلو ونص طلع معانا 3 كيلو و400 جرام. يعني برضو وفرنا كتير جدا. زي ما قلت لكم عجينة الحواوشي عجينة الكفتة السبيشال عاملة 200 جنيه عند الجزار او عند بتاع المستورد، هما الاتنين سعر واحد. بس طبعا بيبقوا مكترين فول الصويا فيه جدا، يعني تحس ان انتي كمان او البوش، يعني بيبقوا مكترين فيه فول الصويا والبوش. انا هنا قسمتهم على 3 اكياس، كل كيس كيلو، وال600 جرام التانيين عملتهم كده في نفس اليوم. ما خلاص بقى، ما احنا كده خلاص بقى عملنا. والله يا بنات بجد لو هتعملي مشروع من بيتك، المشروع ده هيبقى مربح جدا. انا عايزاكم بس تمشوا معايا على المقادير، واللي وصل بقى معايا لغايه ما ينساش يقول لي هو متابعني منين، ويكتب لي كده كومنت حلو ويقول لي ربنا يحسن ما بين ايديكي. زي ما انتم شايفين كده الكميات حلوه جدا، هتوفر طبعا معايا كتير طول الشهر. ما تنسوش بقى يا بنات اللي مش متابعني يعمل لي متابعه، وتعملوا لي كده لايك حلو. ومن الفيديو للفيديو الجاي انا هسيبكم في رعايه الله. واللي يجرب حاجه يقولي في الكومنتات طلعت معاه طعمها عامل ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.